أحمد رفاعي كشاعر، نقوله الشعر دلوقتي بيقاوم ولا بيسلم؟ الشعر دلوقتي بيدافع. انا شايف ان في ناس بتجتهد، وفي ناس بتحاول توجد فكرة جديدة، وفي ناس بتحاول تطلع بره الصندوق. شايف بنات على السوشيال ميديا وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب بتحاول. شايف شعراء بيجاهدوا رغم ان الرؤية والزاوية والزوم محطوط في حتة تانية خالص بعيدة عن الشعر، لكن هم متمسكين بحلمهم، متمسكين بالحاجة اللي بيعرفوا يعملوها، بيحاولوا يوجدوا فكرة جديدة، بيحاولوا. فهنسموا ده دفاع عن الهوية، دفاع عن هوية الشعر. هم ما سلموش الراية، مش استسلام. هو هيفضلوا مدافعين، زي اللي بيدافع عن أرضه، زي اللي بيدافع عن عرضه. هو بيدافع عن هوية هويته الفكرية وهويته الشعرية. فأسمي الشعراء اللي موجودين دلوقتي هم آخر ما تبقى من الرموز، حتى لو هم سنهم صغير، لكن بيعملوا حاجة عظيمة وحاجة كبيرة، وبيحاولوا إن هم يوصلوا الحاضر بالماضي بالمستقبل. وده شيء كويس قوي، ده شيء كويس قوي إن هو لسه موجود يعني.